السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير، صحة وعافية وسلامة. نبارك لكم شهر رجب العظيم، شهر الخير والبركة. اللهم أحله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية في الأبدان يا الله، وبارك لنا فيه وفي شعبان، وبلغنا شهر الصيام رمضان إن شاء الله. اللهم يرفع عنا هذا الوباء والبلاء ببركة محمد وآل محمد وحب حق هذه الأيام العظيمة. أول ما نبدي حبايب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم جايين وياكم إن شاء الله بأكلة هي نفس الوقت بيها لحم، اقتصادية، كميتها وفيرة، تساعدكم إن شاء الله بأيام شهر رمضان، وخاصة العوائل المحتاجة. اللهم يغني كل فقير ويشبع كل جائع بحق محمد وآل محمد. نفس الوقت هي مغذية ولذيذة واقتصادية. نبدأ على بركة الله. طبعا هو كباب، والكل بس يسمع كباب الكل يحب الكباب. هنا عندي المقادير حبايب: ربع كيلو لحم، ربع كيلو لحم. هنا بصلة واحدة كبيرة برشتها ناعم وعصرتها من مايها زين، أهم شي تعصريها من مايها. إذا عندك بصل صغار أو متوسط 2، إذا عندك صغار 3 صغار. واحدة أنا كبيرة برشتها. هنا عندي كيلو بوتيتا، كيلو بوتيتا برشته بالبرش الناعم. هسه أراويكم البرش مالتها. هاي المبراش حبايب، هذا الخشن وهذا الوسط وهذا الناعم. هذا لا، بهذا الوسط، لا الخشن ولا الناعم جدا اللي بيه أسنان من خشنة، لا بهذا الوسط. برشتها ناعم وصفيتها وعصرتها من ميها. حاولين تعصريها بإيديش، بين كفين إيديش تعصريها، توخرين كل ميها ضروري حتى لا يفل الكباب وياك. إذن ربع كيلو لحم، بصلة كبيرة مبروشة ناعم معصورة من ميها، كيلو بوتيتا معصور مبروش معصور من مية. هنا عندي كمية من الكرفس، طبعا أنا مجمد عندي، ما عندي فريش، براحتكم. هنا عندي نص كوب معياري أو عينك ميزانك خبز مطحون، خبز مطحون. البهارات اللي عندي هي ملح، فلفل أسود، كمون، بابريكا، ملعقة كوب من كل حاجة. هسه نبدي نعجن عجينتنا. راح ننزل البوتيتا، طبعا ضروري انه معصورة لان ميها يفل الكباب. راح ننزل البصلة ايضا مبروشة ناعم ومعصورة مثل ما قلنا. محضرة الطعام تبرشيها البصلة بالرندة، ننزل عليها ربع كيلو اللحم. راح ننزل الكرفس، خبز المطحون، راح ننزل مجموعة البهارات. وراح ننزل عليهم بيضة واحدة، بيضة واحدة. هسه أجيبها وياكم. وهاي البيضة. راح أبدأ أعجنها عجن كل زين، والأفضل بإيديا حتى تتلابس كل المكونات. هسه من بعد ما عجناه كلش زين، وأكد عليكم أنه تخلوه خالي من المي، يعني حتى إذا لحمك مجمد وتطلعيه حاولي أنه توخرين من المي. الكرفس هسه مثل ما أنا جامد، حتى بعد ما تعجنيه إذا شفتيه بيه ماي حاولي هو ومعجون تصفين مية. هسه راح نبدي نشكله حبايب. تقدرين تشكليه قبل ما تقليه، تردين مباشرة، تردين قبل ما تقليه تحضريه حتى توفرين لنفسك وقت، وخاصة إن شاء الله أيام الصيام. يعني تقدرين تشكليه أصابع وتصفيه بقالب، ومن يصير وقت الفطور إن شاء الله مباشرة تنزليه بالدهن. حبايب التقلامات تحب دهن غزير، يعني لازم تغاطيه
حتى لا تقلبين بيه، مو مثل كبابنا العادي، حتى لا تقلبين ويفل من عندش رأسا. تحمين الطاوة ونار متوسطة حتى لا يتغير لونه من عندش يصير أسود، وتنزليه بدهن غزير حامي. حبايب أرجو أنه طبعا أشكركم على كل التعليقات الحلوة اللي قاعد تجي، واللي أرجو منكم دعم القناة حتى نوصل لل100 ألف. ترى تأخرنا هواي، يلا همتكم ويانا حتى ناخذ الدرع الفضي إن شاء الله. يجفينا شر الأيام وشر الوباء وشر البلاء، ويدفع عنا وعن جميع الأمة الإسلامية والعربية وعن جميع بلاد العالم هذا الوباء وكل بلاء وكل هم وكل غيم بحق هاي الأيام الشريفة، ونقدر حتى نتواصل وياكم على خير. هسه أكمل كل تشكيل الكمية إن شاء الله وأتواصل وياكم. هاي من بعد ما شكلنا كل الكمية، ما تشوفون القالب الجو كله، حطيت طبقة نايلون بيناتين، وهسه إن شاء الله ننتقل وياكم لمرحلة القلي. هنا عندنا طبق إضافي راح نسويها ماتين للفطور إن شاء الله هم يفيدكم. هنا عندنا هاي البوتيتة قطعناها قطع كبار مثل ما تشوفوها، وسلقناها هي ومقطعة. أخذت لها نص سلقة مو هواية قبل ما تتفلش، قبل ما تنمريد. طلعتها صفيتها من مايها، وهسه حطيت عليها نص كوب زيت الزيتون وبابريكا وفلفل أسود وملح، وراح ندخلها للفرن تنشوي. بعد تحبون تضيفون فلفل أحمر بارد، فلفل حار تضيفون عليها كصحن إضافي بجانب الصحن الأساسي. هسه راح أدخلها الفرن وإن شاء الله أماتين بصحن التقديم نلتقي. حبايب حمينا الطاوة، حطينا دهننا مثل ما قلت لكم لازم الدهن غزير، أما بقدرية صغيرة أو طاوة عميقة حتى لا تخسرين هواي زيت. نبدي حمينا الطاوة وراح ننزل الحركة على الوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحركيها إلى أن تاخذ غلاف خارجي. حبايب من بعد ما اخذت لون راح تبدين تحركيها حتى يتحمر كله درجة واحدة. ما تشوفوا لونه ان شاء الله. هسه اكمل كل الكمية وننتقل وياكم الصحن التقديم. هاي الوجبة الثانية يا حبايب، كل ما توشلوها من الماء كل ما يلزم عندكم اثناء القلي. طبقنا الثاني وحبايبي بعد ما دخلناه الفرن وطلعناه مثل ما تشوفون صحية مغذية وزيت الزيتون طعمها جدا طيب، وإن شاء الله راح نفطر بيها ويا الكباب بالنهاية. طبقنا حبايب من بعد ما خلص مثل ما تشوفوا. طبعا هاي مو كل الكمية اللي صارت عندي، لا خلي بقيت من عندنا لأن هواية، وكباب هش وطيب وثمر واقتصادي، وإن شاء الله سووه وتاكلوه وتتهنون بيه بألف ألف عافية، ويتقبل الله صيامكم وأعمالكم بهاي الأيام الشريفة. اللهم يرفع عنا الوباء والبلاء بحق محمد وآل محمد. لا تنسون حبايب من دعمنا ولايكاتكم حتى تصعد القناة بيكم، وإن شاء الله نلتقي بكم في فيديو قادم.